الحبيب ويدفعه عن رسول الله ويقول له أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله والنبي قادر على أن ينتقم لأن والله الذي لا إله غيره أن الله أعطى قوة للحبيب محمد لو نزل له أهل السماء وأهل الأرض في مبارزة لانتصر عليهم رسول الله. والدليل على ذلك في حديث شق الصدر حينما شق صدر النبي وهو يرعى الغنم قال الملك للآخر زنه ب10 من أمته فوزنهم رسول الله. قال زنه ب100 فوزنهم رسول الله. قال زنه ب1000 من أمته فوزنهم الحبيب محمد. فقال أحدهما للآخر فوالله الذي خلق السماوات والأرض لو وزنت محمدا بأهل السماوات والأرض لرجع عليهم محمد. دليل وإعلان للدنيا بأسرها على قوة الحبيب محمد وهو الذي كان إذا حمى وطيس المعركة كما قال الإمام علي كنا نحتمي برسول الله فكان أقرب ما يكون للعدو وهو الذي وقف بمفرده في ساحة القتال في غزوة حنين حينما فر المسلمون من حوله والرسول لم يفر ولكنه وقف أمام جيش جرار وهو يمسك بسيفه ويقول كلمته التي سجلت له على أنصع صفحات التاريخ بأقلام من نور وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب من الذي أودع فيه هذه القوة ورغم هذه القوة كان لا ينتقم لنفسه لا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. وقف القوم أمامه وهو فاتح وهو غازل وهو منتصر في فتح مكة في يوم 20 من رمضان ومعه من جنود الموحدين ومن الجنود البواسل الذي قال الله في شأنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. اسم الواحد منهم يهتز من أجله عرش الرحمن حينما تقول محمد رسول الله حينما تقول أبو بكر حينما تقول عمر حينما تقول عثمان حينما تقول علي حينما تقول سعد بن معاذ حينما تذكر أي اسم من أسماء الصحابة يهتز من أجله عرش الرحمن لأن الله قال في شأنهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ورغم هذه القوة التي وصفهم الله بها كانوا أسودا بالنهار رهبانا بالليل ورغم هذا كله رسول الله البطل الهمام القوي هو والصحابة الذين نشروا ورفعوا لواء لا إله إلا الله على ربوع الدنيا يقف الرسول في فتح مكة ومن بينهم من سفه رسول الله ومن بينهم من شتم رسول الله ومن بينهم من خنق رسول الله ومن بينهم من وضع القاذورات على ظهر رسول الله
يقول النبي وهذا هو قمة العفو، ان تقدر على الانتقام وتعفو. يضرب لك حبيبك محمد المثل الاعلى، يقول لهم ماذا تظنون اني فاعل بكم يا رحمة المهداة، يا نعمة المسداة، يا حبيبي يا رسول الله، ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا وهم في هزيمة وهم في ضعف والرسول قادر على الانتقام. قالوا اخ كريم، يطمعون في كرم الحبيب محمد، اخ كريم وابن اخ كريم. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. يضرب مثلا للدنيا من يومها الى يومنا، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. صدق الله عز وجل، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عفوه لغير المسلمين، عفوه للمسلمين في غزوة احد حينما خالف المسلمون امر الحبيب وهزم المسلمون في غزوة احد. بأي شيء استقبلهم رسول الله؟ استقبلهم برحمة بلين، لان النبي يعلم مدى وقع الهزيمة على القلوب، فأثنى الله عليه في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. يقول لك حبيبك محمد ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ويقول ايضا في الحديث الصحيح من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، او كما قال ادعوا الله وانتم موقنين بالاجابه. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلم الكريم، لا تحبط صيامك ولا صلاتك ولا تحبط عملك بالخصام والعداوة، وتقول في نفسك ويأتي إليك الشيطان فيسيطر على عواطفك وقلبك وأحاسيسك وينفخ فيك. ربما من كثرة نفخ الشيطان أن الإنسان ينفجر من كثرة الكبر. تواضع، تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيع. ايها المسلم، اذهب الى اخيك وقف امامه واطلب منه العفو والصفح، لان النبي قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولكن للأسف البالغ نسمع كلاما يا أخي الله يقول والكاظمين الغيظ، يقول نعم ولكن أنا لن أكلمه. هل أنت أفضل من رسول الله محمد؟ رسول الله عفا. والله لو أخذنا جانب الأخلاق والعفو في حياة الحبيب لو وقفنا في هذا المكان حتى نقبض ما وفينا رسول الله حقا. شوفوا سيدنا عثمان حينما صب الغلام عليه بإبريق الماء وهو يتوضأ فوقع الإبريق على رأسه فشج رأس أمير المؤمنين سيدنا عثمان فاغتاظ غيظا شديدا
ولكن النبي يقول لك ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلما رأى هذا الغلام الغضب في وجه امير المؤمنين عثمان فكان غلاما ذكيا حدثه بالقرآن. ما كنت مشكلة ارجع للقرآن، ارجع لسنة النبي العدنان، انظر ماذا قال الله في هذه القضية، ماذا قال رسول الله. هذا الغلام كان غلاما ذكيا لما وجد الغضب في وجه سيدنا عثمان قال له يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي. قال له والعافين عن الناس. قال عفوت عنك. قال له والله يحب المحسنين. قال اذهب فأنت حر لوجه الله. فكن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا يرمى بصخر فيعطي أطيب الثمرة. أيها المسلمون صلوا الأرحام وامسحوا على رؤوس الأيتام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون جنة ربكم بسلام. ومن جاء من طريق فليرجع من آخر كي تكسر لكم الشهادات. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل اعمالنا والف بين قلوبنا. اللهم وحد كلمة المسلمين. اللهم اهد المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين ومصر والعالم الاسلامي بسوء عليك به يا رب العالمين. اجعل تدبيره في تدميره. ومن اراد خيرا للاسلام والمسلمين فوفقه الى كل خير يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وكل عام وحضراتكم. لا عليكم مصلحة.